أستهل الفيديو بميسي فور دخوله قدم تمريرة حاسمة للوتارو. نرى وضعية الجسد، الكتف ورجل الارتكاز نحو الجناح، لكنه أغلق رجله في الثانية الأخيرة، مراوغا 5 لاعبين بتمريرة واحدة، مؤكدا مقولة التمريرة أسرع وأحسم من المراوغة لما تكون متاحة نحو الأمام. الهدف الأول جاء من كرة ثابتة، والفكرة هنا البحث عن قلب الدفاع، وهو من يحول الكرة للعمق. الأهم هنا القتالية والشراسة في محاولة كسب الكرة الثانية دوزيام بالون، والصراعات الثنائية لديول كسوسوا ايريان ولا اراتير، مع وضع 3 لاعبين للوقاية في حالة رجوع الكرة وخروجها من منطقة العمليات، ليأتي الهدف من تسديدة مباغتة للحارس مستعينا بإغلاق زاوية الرؤية سببها تواجد كثافة عددية في منطقة العمليات. نفس الفكرة في الكرات الثابتة، البحث عن قلب الدفاع في لازون دو روبونديسمون، وهو يقوم بإرسال الكرة لمنطقة الإنهاء لازون دو فينيسيون، كما فعل هنا ميسي مع روميرو. في لقطة الهدف الثالث، منتخب أيسلندا ضغط بعدد كبير من اللاعبين، لكن لاعبي الأرجنتين دائما ما يفوزون بالصراعات. نرى مسجل الهدف هو من قام بلعب ديول ايريان، صراع ثنائي الهوائي، ليقوموا بتحول سريع بوكس تو بوكس من منطقة عمليات منتخب أرجنتين إلى منطقة عمليات منتخب أيسلندا. نرى السرعة في التحول ونقل الكرة من منطقته إلى منطقة الخصم بسرعة كبيرة وجودة عالية وقرارات صحيحة، خاصة لما تمرر الكرة لميسي بمبدأ مرر وتحرك باس اند موف من اللاعب ديبول. مرر الكرة لميسي وتحرك في أنصاف المساحات. لاحظوا الكثافة العددية في المنطقة والتحول سريع ترانزيسيون رابيد للاعبين. مسجل هدف الماضي هو من دخل في الصراع الثنائي في منطقته، ثم وجدناه في مرحلة الإنهاء كلاعب بوكس تو بوكس، معلنا الهدف الثالث والقاتل في المباراة.